ساعات بنسأل نفسنا، هو أنا اخترت الجوازة دي ولا ده قدري؟ هو أنا اخترت الوظيفة دي ولا ربنا اللي عايز كده؟ اتكلم بقى العلماء في الموضوع ده كتير جدا وقتلوه بحثا. هبدأ معاكم في شرح معنيين مهمين: التخيير والتسيير. التخيير إن الإنسان مسؤول عن قراراته في الحياة وأقداره هو اللي بيصنعها بنفسه. التسيير إن ربنا كتب علينا أقدار معينة فبطريقة ما عندناش الاختيار، مجبرين على أفعال وأحداث كتبها ربنا سبحانه وتعالى. طيب هحاول أقرب معنى التخيير والتسيير. هنفترض إن قدامك أوبن بوفيه، بتاخدي الطبق بتاعك وتبدأي تختاري انت عايزة تاكلي ايه دلوقتي. في فراخ وفي لحمة، فانت بتختاري فراخ. طيب لو افترضنا انك عايزة سمك، هتلاقي لأ، السمك مش في المنيو، اختاري فراخ أو لحمة. يبقى الفراخ أو اللحمة هو التخيير والسمك هو التسيير. يبقى المنيو نفسه أو ما يعرض قدامك هو أقدار الله، كما نسميه في عقيدتنا المكتوب. أما اختيارك انت لقدرك فكان عندك فراخ وعندك لحمة، كما نسميه التخيير. هل في حد أجبرك على اللحمة؟ كان قدامك الفراخ ميسر لك اختيارها وانت اخترتي اللحمة، صح؟ ركزي معايا بالله عليكي، وانتي ماشية بتختاري من المنيو. احنا حطينا فرضية ان المنيو دي كما لو كانت اقدار الله. حد كلمك فلفيتي بظهرك فعديتي وما شفتيش المكرونة بالبشاميل، مع انك بتحبيها جدا، ولو شفتيها كنتي خدتي منها. وبعد ما خلصتي كلام كنتي وصلتي عند كفتة الرز اللي بتحبيها برضو فاخدتي منها. ده بقى اسمه ايه؟ القدر. هو حصل كده وصاحبتك كلمتك في الوقت ده بالذات عشان يحصل كده. طيب كملتي لحد الحلويات، كنت عايزة جيلي أو أم علي ملقيتيش، بس في بسبوسة أو كريم كراميل، اختاري بقى اللي يعجبك. فهمتيني؟ اللي عايزة أوصلهولك إننا نملك حرية الاختيار فيما قدره الله علينا. لا يمكن يتعدى اختيارنا إرادة الله، ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يريد. ولكن ربنا خلق الإنسان بإرادة حرة يختار ما يشاء، وحرية اختياره هي اللي بتصنع إرادته، ثم توجب عليه المحاسبة من الله سبحانه وتعالى، والمحاسبة من نفسه قبل ما يحاسب أقدار الله. وربنا قدر كده وكأنه ريشة في مهب الريح. فده هياخدنا للكلام عن معنيين آخرين في غاية الأهمية برضو، وهما الإرادة والأمر.